حلوة كلنا ايد واحدة وطلعنا الفساد وكل حاجة، بس برضه يعني لازم نستمر شوية عشان في برضه شوية فساد في البلد. ايه رأيك في المسيحيين؟ هو بصراحة هما زينا في كل حاجة، ويعني هما احنا كلنا يعني كلنا بني ادمين، مفيش حاجة مختلفة فينا. تفتكري بقى كده في البيت عندك بيقولوا ايه عن المسيحيين؟ والله هو يعني احنا كلنا اخوات وكلنا اصحاب، يعني ما حدش يعني انا مثلا ما اقولش لا انت مسيحي ما صاحبكش، لا ما هي واحده برضو بحبها جدا ومسيحيه صاحبتي. طب لو قدامك واحدة مسلمة وواحدة مسيحية تصاحبي مين فيهم؟ بصراحه صاحب الاثنين، يعني الاثنين صحابي واخواتي. مريم دي صاحبتي وحبيبتي، يعني هي زي اختي بالظبط، وانا مش بمنع اذا كانت هي مسيحيه او مسلمه، كلنا اخوات. بتروحي الكنيسة صح؟ طيب لما بتروحي الكنيسة ما بتسمعيش كده كلام ان المسلمين دول مش كويسين، ما نتكلمش معاهم، حتى الناس اللي مش كويسة اللي بتقول كده، ولا رأيك ايه؟ لا طبعا، اللي في الكنيسة ناس ما بيعلقوش على المسلمين، كلنا اخوات وكلنا المفروض نحب بعض. لو انت هتوجهي كلمة او عايزة تعلمي الناس اللي كانوا بيضربوا المسلمين او اللي بيضربوا المسيحيين، تعلميهم تقولي لهم ايه؟ يعني اقول ان كده يعني حاجة مش كويسة حق للمسيحيين والمسلمين، دي حاجة اصلا ما تنفعش. هما المسيحيين زي اخواتنا بالظبط، انا ليا صاحبتي اسمها ساندرا، هي دي زي اختي بالظبط، مفيش حاجة فعلا مختلفة فينا، احنا ولا بنقول المسيحي عمل ولا مسلم عمل، احنا الاثنين زي بعض، لكن في ناس هي اللي وقعت ما بيننا. حلوين بس عايزين نبقى ايد واحدة، ولا فرق، احنا الاثنين مصريين. لا مش كده، احنا كلنا اخوات بنحب بعض. حد في البيت بيقول مثلا المسلمين غلط والمسلمين بيعملوا حاجات مش كويسة؟ هو بيقولوا على الناس الوحشة، مش بيقولوا على الناس الحلوة. لما الناس بيقولوا في ناس وحشة وفي ناس حلوة، يعني مثلا جارتنا مسلمة تيجي تخش تقعد معانا وتاكل معانا ونلعب مع بعض، نلعب مع ولادها، هي مسلمة برضه بنحبها، بتحبها برضه، كلنا بنحبها. وفي ناس وحشة كانوا بيضربونا وبيعملوا فينا حاجات، واحنا احنا ما نعرفهمش مننا. طيب انت ايه رأيك في الثورة؟ انا اللي عجبني فيها قوي لما قالوا تعالوا خلي مصر حلوة وننزل، وقعدنا انا نزلت مع بابايا واخواتي وقعدنا نروق الشارع. طيب قولي لي بقى رأيك في الناس اللي بتحرق مصحف مثلا او بتقتل المسلمين، لو هتقولي لهم كلمة كده تعلميهم حاجة هتقولي لهم ايه؟ هقول لهم كده حرام، ده ديننا، هو حرام ان احنا نحرق الانجيل ونحرق القرآن كمان، يعني غلط. طب قولي ايه اكتر حاجة ما بتحبهاش في المسيحيين؟ مفيش حاجة، أنا مش هقولك مفيش حاجة، هو بس إحنا عادي بنلعب مع بعض مفيش حاجة ما بيننا. ساعات بيعملوا حاجات مش كويسة صح؟ ماشي، بس في الآخر يعني بنرجع عادي، زي المسلم، زي أخويا. لو هتقول لصاحبك المسيحي كلمة هتقول له إيه؟ أقول له أنا بحبه. أنا بس عايز أقول لحضراتكم عشان أكون أمين ومش عايز أشوه الصورة الوردية اللي حضراتكم شايفينها، إن زملائنا في الإعداد بعد ما صوروا التقرير وكان في شعبية كبيرة الحقيقة في المدرسة، فعرفوا إن قبلها بيوم كان في ندوة عن الوحدة الوطنية، فالأطفال كانوا لسه متشبعين بالأفكار الجميلة اللي سمعوها. خليني أحيي اللي لسه بيفكر بإنه يعمل ندوة عن الوحدة الوطنية في وقت زي اللي احنا فيه. أنا متأكد إن الكلام اللي سمعوه الأطفال وقالوه ببراءة لما يكبروا هيبقى ليهم مخاخ تدرك إنه لا سبيل قدامنا غير الوحدة الوطنية، لا سبيل قدامنا غير الحرية، لا سبيل قدامنا غير كرامة المواطن المصري اللي هي لوحدها الخط الأحمر. أي حد يدوس عليها لابد أن يحاسب ولابد أن يعاقب، وإحنا مش بنطلب المستحيل ولا بنفكر في المستحيل، بنفكر في الحل البسيط اللي هو زي ما الأمهات قالوا القوانين، تطبيق القوانين. لو ما تطبقش القانون هيحصل السيناريو اللي بتتكلم عنه الأستاذة منى، اللي هو ثورة أخرى الله أعلم بقى هيكون شكلها إيه. فبالتالي للي خايف على البلد دي مش يقمع الأصوات اللي بتشكي، يحل شكواها، ده ببساطة شديدة. أنا هسيب المجال لكل أم من الأمهات